اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل شنطة الموبايل كلكم طلبتوها مني. هنحتاج من 140 ل 150 خيط كليم رفيع. بلاش المصري لانه تخين جدا، ولو هتجيبي تركي هاتوه رفيع يعني بالشكل ده لان دي شنطة صغيرة مش هنحتاج فيها خيط سمكه تخين. السمك ده حلو جدا جدا، يا ريت نستخدمه. كمان هنحتاج 3 كبسولات من دي علشان الجيب دوت والقفلين اللي ورا. هنحتاج كمان ابرة 5 نشتغل بيها. بس لو عايزين تستخدموا 6 مفيش مشكلة، بس عشان الفراغات الأحسن 5. هنحتاج سلسلة، وهنحتاج التعليقة بتاعة السلسلة تكون بقفل ساهل زي دي كده علشان ندخلها بسهولة ما تبقاش دايرة مغلقة. تمام، طبعا السلسلة تقدروا تجيبوها بالطول اللي انتوا عايزينه، هي بتتباع كده كده بالمتر. يلا بينا نبدأ. اول حاجة عملت سلسلة من 12 غرزة، ده كان مقاس الموبايل بتاعي. لو عايزة تكبري شوية لو موبايلك اكبر مفيش مشكلة خالص. كده كده الشغل هيبقى ثابت. تمام، بعدين هنشتغل من تاني غرزة على الإبرة، هنعمل غرزة حشو. وهنكمل غرز حشو لحد آخر سلسلة عملناها. بس خلي بالكم من حاجة، أنا هشتغل فعليا في 11 غرزة، مش في 12، لأن أول غرزة كده كده متتحسبش. يعني انتي لو عاملة 13 هتشتغلي في 12 غرزة، لو عاملة 100 هتشتغلي في 99 غرزة، لأن كده كده ما بنحسبش أول غرزة خالص في السلسلة. تمام، لأننا بنشتغل من تاني غرزة على الإبرة، وهنفضل شغالين بنفس الشكل ده لحد ما نوصل لاخر غرزة كانت عندي خالص، علشان هناك هنبدأ نغير الباترن شوية، مش هنمشي بنفس الشكل. وصلنا اهو لاخر غرزة. هنعمل ايه بقى فيها؟ هنعمل 3 غرزة حشو. تمام، ليه؟ علشان يديني شكل دائري شوية للقاعدة بتاعة الشنطة بتاعتي. تمام، انا كده عملت واحدة. هاتوا الخيط على ورا شوية علشان ما يبقاش مكلكع. تمام، ونشتغل عليها كده 2 وبعدين 3. بعد ما هنخلص التلاتة دول هنبدأ نشتغل على الجنب التاني من السلسلة. بس لازم ناخد بالنا من حاجة، لو شايفين انا دخلت الابرة كده في نص الغرزة، لو عملت كده هيبقى في فراغ في الشغل وشكله مش حلو. ومهم ان شغلنا يكون شكله حلو والفينش بتاعه مظبوط. طيب عشان اقلل الفراغ اعمل ايه؟ مش هستخدم الغرزة دي خالص، امال هعمل ايه؟ شايفين في الغرز بتاعت السلسلة كل غرزة نايمة على التانية كده. انا بقى مش هدخل الابره كده زي ما انتوا شايفين، لا، تحت الغرزه. تحت الغرزه ده بيقلل الفراغ جدا. هيكون موجود بنسبه بسيطه بس، يعني مع الوقت هتروح، يعني مع لما نخلص القطعه دي خالص ان شاء الله هتروح يعني. تمام اهو، يعني يكاد يكون قل خالص. واحده كمان علشان تبان اكتر. هي ممكن تكون ضيقه سنه بس احنا ايه يعني، نحاول فيها. بصي، لو انتي مبتدئه او حاسه ان هي صعبه عليكي تقدري تشتغلي زي ما انتي عايزه عادي، يعني حطي الابره في النص كده عادي واشتغلي. بس الاحسن ان احنا نعمل كده. بصوا الفراغات، لو جربتوها بقى بالطريقه الاولانيه اللي بقولكوا عليها دي هتطلع فيها فراغات كتيره وشكلها وحش. فاحنا هنكمل بنفس الشكل ده لحد اخر غرزه اللي هي كانت اول غرزه عملناها خالص. وفي اخر غرزه المفروض ان احنا هنعمل فيها 2 غرزه حشو. تمام، بس برضو مش هشتغل في نص الغرزة كده، نفس الفكرة اللي فاتت. لو عملت كده وعملت 2 هتبقى وحشة وفيها فراغ. فاحنا هنشتغل في نفس الغرزة اللي نايمة دي برضو، هعمل فيها 2 علشان تحافظ لي على على القاعدة بتاعتي وما يبقاش فيها فراغات خالص. هنعمل 1 وواحدة كمان، يبقى كده التوتال كله 3 هنا و3 في الغرزة المقابلة ليها. علشان اقفل بقى الصف ده هنسحب الابرة برا الخيط. تمام، وبعدين هنعمل ايه؟ شايفين اول غرزة دي؟ هدخل الابرة من الظهر كده، ماشي، والخيط بتاع الغرزة الأخيرة دي كانت أول غرزة عندي ودي آخر غرزة، هاخده كده بالراحة على الإبرة وهسحبه لبره. تمام، وهسحب جامد علشان ما تبقاش باينة. بصوا مختفية خالص. في العادي الغرز المنزلقة فعلا بتبوظ شكل الشغل، الطريقة دي مش هتبينها خالص. هشتغل كمان غرزة كده علشان ما تخرجش تاني. تمام، طولوا الخيط لفوق وهنبدأ بقى نشتغل في الشنطة بتاعتنا. شايفين الغرز بتاعتي كلها هشتغل في نصها بالظبط. تمام، في نص الغرزة كده، وهحط الابره وبعدين الخيط بتاعي اللي كان طالع ده هسحبه لبره. شايفينها كده واضحه؟ وبعدين هنعمل ايه؟ هنعمل غرزه عاديه خالص. فدي كده اول غرزه حشو عندي.
الغرزة اللي بعديها بنفس الطريقة هدخل الإبرة في نص الغرزة على طول، وهنشتغل غرز حشو، وهنكمل على كده بقى على طول القاعدة بتاعتي. أنا العدد بتاعي كان 24. لو انتي مزودة شوية مفيش مشكلة طبعا، على حسب حجم الموبايل بتاعك. وبس المهم ان احنا ما ننساش غرزة كده ولا كده، ويفضل ايه العدد ثابت لحد ما نخلص الصف كله. كملوا الصف بنفس الشكل ده، وهشوفكم لما اخلص ان شاء الله. لما خلصت الصف بتأكد ان الاعداد بتاعتي مظبوطة، وان مفيش فراغات ومفيش غرز انا ناسيها ولا حاجة خالص. هنعمل ايه بقى؟ نفس الطريقة اللي قفلنا بيها الصف اللي فات. هندخل الابرة في ظهر اول غرزة عندي، تمام. وبعدين هناخد اخر غرزة كانت عندي واحطها على الابرة، وهسحبها لجوه، تمام. شايفين شكلها عامل ازاي؟ واضحة. وبعدين هنسحبها لبره، ونسحب كويس، تمام كده. وبعدين هنشتغل غرزة كمان علشان ما توسعش او ما تفتحش مني. طيب، خلاص كده. شايفين بقى اول غرزة دي؟ بصوا بقى الفكرة دي، لو تاخدوا بالكم الشنطة هتلاقوها مظبوطة وما فيهاش فراغات. الفراغات بتيجي منين؟ من ان انا اشتغل فوق كده الغرزة دي. شايفين الغرزة فوقها كده هحط الابرة فيها؟ لا، انا هنا شايفين الفي ديت انا هدخلها في نص الغرزة كده على طول، تمام. في عندي وانا في النص بالظبط هحط الابرة، تبقى ضيقة سنة، بس ايه بتطلع في الاخر شكل تحفة. وهاخد بقى الغرزة بتاعتي، طبعا احنا بنعمل كده في اول غرزة بس ان هي بتبقاش على الابرة، وبعدين هطلعها لبر من نص الغرزة، تمام اهو. بس كده خلاص، دي اول غرزة وهنشتغلها كأنها غرزة حشو عادية. والابرة بقى خلاص الخيط عليها اهو، في الفي بتاعتها. مش هشتغل هنا، مش هشتغل جنبها، لا، في الفي بتاعت الغرزة في النص بالظبط هندخل الابرة، وهنشتغل على كده بقى ايه على طول الشنطة كلها. ليه بقى؟ الفكرة هنا ما بتديش فراغات خالص، مفيش فراغات خالص هتبقى في الشنطة بتاعتك. الفراغات بتيجي من هنا اهي باينة، شايفاها؟ انما انا لما اشتغل في نص السلسلة كده ولا اي حاجة هتبان، تمام. هي اتمنى تكون واضحة. هي فكرتها سهلة والله، بس ايه يعني محتاجة تمرين كتير، تمام. هنكمل في الفي بالظبط، وهندخل الابرة في نص الغرزة، وهنسحب الخيط تاني مرة في نص الغرزة، ونسحب الخيط مرة كمان، وهنكمل على كده بقى على طول الشنطة كلها الطول اللي انت محتاجاه. على فكرة وهنقفل برضو بنفس الشكل، يعني كل مرة هنيجي هنقفل بنفس الشكل بتاع اول صفين دول. لو انتي مش فاهمة الموضوع قوي تقدري ترجعي الفيديو تاني وتأكدي منها كويس، وبعدين ابدأي اعمليها. انا هسيبكم بقى تكملوها، واشوفكم لما تخلصوها ان شاء الله.
بعد لما هنخلص الصف ده هنقفله بنفس الفكرة وبنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها. تمام، دي كده اخر غرزة في الصف بتاعي. هنزل الابرة. تمام، واول غرزة عندي هندخل الابرة فيها. بصوا يا جماعة، انا هسحب يعني او هشد الشغل بتاعي وانا هو على الابرة كده شوية عشان يفرده، يعني ما تبقاش معوجة ولا مقوسة ولا حاجة، تبقى مفرود. ماشي. وبعدين هناخد الخيط اللي انا كنت سايباه بره، احطه على الابرة وهسحبه لجوه. تمام، ونسحب جامد علشان ما يبقاش فيه فراغ ولا فيه اي حاجة. تمام، دي اول غرزة طبعا اللي احنا هنشتغل فيها، ما ننساش الغرزة دي يا جماعة. تمام، وهنسحب لجوه كده شوية، نسحب الخيط كويس. وبعدين هنشتغل غرزة زيادة من جوه، وهنطلع بقى الخيط ده لبره. الفي بتاعت الغرزة بتاعتي زي ما احنا كنا شغالين، ندخل الابرة فيها ونسحب الخيط اللي طالع ده اهو، سحبته. وهشتغل عليها غرزة كأنها غرزة حشو عادية جدا. وبعدين هكمل على كده بقى، وهكمل بقية نفس العملية دي، هكررها كتير لحد طول الموبايل بتاعي. انا طول الموبايل بتاعي يعني خلاص استكفى بس ب23. لو انتي موبايلك اطول تقدري تزودي عادي، يعني ايه دي حاجة ترجع لك انت. نقفل بنفس الطريقة اللي كنا بنقفل بيها قبل كده عادي. ندخل الخيط من ظهر الغرزة، وبعدين ناخد الخيط اللي احنا كنا سايبينه بره وهنسحبه جوه. وبعدين نسحب جامد كويس قوي، نقفلها ونكمل بقى نعمل غرزة وبس. انا خلاص انا مش هطلع الغرزة بقى لبره، لان انا خلاص انا مش محتاجاها تاني، مش محتاجة طول اكتر من كده. فانا هقص الخيط ده بس كده. تمام، وبعدين نسحب الخيط بقى لفوق عشان خلاص نخرجه بره الابرة. وهنجيب ابرة كنفة او ابرة كنفة برضو، او اسمها ابرة تنظيف. زي ما انتوا شايفينها كده بلاستيك، علشان تدخل ما بين الخيوط التخينة دي. شايفين بقى الغرز دي كده، هدخل الابرة فيها وهحط الخيط بتاعي وهسحبه من جوه. تمام، دخلوها بقى لحد ما تبانش خالص وتتدارى خالص. وبعد لما دريت الخيط هنبدأ نعمل القفل بتاع الشنطة بتاعتي، وانا هخليه على ورا. هو هيبقى من هنا كده، وبعدين هنبقى على ورا علشان يأمنها وما تبقاش عرضة للسرقة بعد الشر ولا حاجة. هنا بالظبط هنحط مكان الكبسولات بتاعتي. اول حاجة هنتني الشنطة زي ما انتوا شايفين كده. الغرزة دي اللي في النص بالظبط هي دي الغرزة اللي انا هحدد عليها. هندخل الابرة فيها عشان بس ابقى عارفاها. وبعدين الجنب التاني بتاعها الغرزة اللي هي برضو دي اللي قصادها بالظبط. تمام، هندخل الابرة فيها بالظبط كده كده. لو عدينا هنلاقيهم بالظبط 24. في تاني غرزة على طول بعد الابرة هدخل الابرة فيها، بعد الابرة اللي انا كنت محدداها. تمام، هنجيب الخيط بتاعنا وهنحطه على ورا على اساس كأنه ما اتقطعش يعني. تمام، وبعدين هنعمل غرزة عادية جدا ان انا هسحب الخيط، وبعدين هعمل غرزة كمان كأني بعمل غرزة حشو. خلوا الخيط ده كده هنشتغل عليه علشان ما تتفكش خالص. وبعدين انا كده ما تعتبرش غرزة حشو، في نفس المكان هعمل غرزة كمان. هما كده مش اتنين، هي واحدة بس. وهعمل يعني هعمل 3، بس انا عملت 2 اهو، ناقص واحدة. يبقى القفل بتاعي هتكون 3 غرزة حشو. تمام، شايفين شكلها؟ طيب هنعمل سلسلة ونلف ونعيد اللي عملناه تاني، وهنكرر الموضوع دوت بالطول اللي احنا محتاجينه. الطول بتاعي كان 11. لو انتي محتاجة اكتر من كده، عايزة تأمنيها اكتر، مفيش مشكلة. تمام، يبقى هنكمل 3 بس، عشان لو اكتر من كده هتبقى مقفولة، فمش هتدي يعني ايه، هتبقى ضيقة قوي. هيبقوا الاتنين جنب بعض 4 و4 هيبقى كتير. فهي 3 مناسبة جدا للمقاس ده. وهنكمل على الشكل ده، هنفضل نقلب ونشتغل ونقلب ونشتغل بالطول اللي انتي محتاجاه. انا كده خلصت ال11 صف، وهتأكد ان هما طولهم مناسب ومظبوط ومش محتاجة ازود عن كده خلاص. بصوا يا جماعة، ده شكلها هيكون من ورا. تمام، وجنبها ب3 غرز بالظبط هنعمل التانية بتاعتها. تمام، 3 غرز بالظبط. خلاص كده هنقص الخيط بتاعي ونداريه بقى بحيث ما يبانش خالص، اول باول كده احسن. تمام، هنجيب الابره. خلاص اتفقنا ان احنا هنستخدم الابره البلاستيك دي. والغرزه اللي تحت دي على طول هدخل فيها الخيط كده بحيث ما يخرجش. وهنفضل برضو ايه ندخله كده من جوه كل غرزه بحيث ما تبانش خالص من قدام، وفي نفس الوقت ما تخرجش من الجزء بتاعها ده من ورا. تمام،
كملوا بالشكل ده لحد ما تداروا الخيط خالص، ولو اتبقى جزء كده رفيع او قصير شويه خلاص نقصه مش. خلاص كده القفل الاول خلاص وبقى تمام، ما فيهوش اي حاجه ولا خيط ولا اي حاجه خالص طالع. هنعمل التانية ازاي؟ فاكرين المكان اول غرزه احنا كنا حاطينها خالص، فاكرينها لما حددنا؟ هنرجع واحده قبليها وناخد اللي هي اللي بعديها على طول. تمام، وهنعد 3 وهنبدأ من تالت غرزة. شايفين انا شاورت عليها ازاي؟ اهي اول غرزة دي كنا محددينها، تاني غرزة ملناش دعوة بيها، هنعد بعديها 3. تمام، وهندخل فيها في التالتة دي. او اقول لكم على حاجة، ما بين القفل الاول والقفل التاني 3 غرز. تمام، اسهل من الطريقة التانية. يعني خلصنا القفل الاول هنعد 3 ونشتغل في الغرزة اللي بعديها على طول. هنسحب الخيط زي ما عملنا قبل كده ونقفله، وبعدين نعمل غرزة حشو كمان. ودي اول غرزة، وبعدين هنشتغل غرزتين حشو كمان، لان القفل الاول كانوا 3 والقفل التاني لازم يبقوا 3، لازم يبقوا قد بعض. اهي 2 كده والتالتة اهي. وبنفس الطريقة اللي عملنا بيها الاول هنعمل بيها التاني، بنفس الطول طبعا، لازم نحافظ على الطول ثابت. احنا عملنا هنا 11 يبقى هنا كمان 11. بعد ما القفلين يخلصوا المفروض هيكونوا بالشكل ده. تمام، الاتنين طول واحد. هنعمل القفل ازاي؟ بصوا يا جماعة، ممكن طريقتين للقفل، ان انا اقفلهم كده عادي واحدة قصاد واحدة، ممكن اقفلهم اكس كده وكده. اللي تحبيه طبعا واللي ترتاحي بيه اقفليها عادي، مش هتفرق حتى في التركيب يعني، في تركيب الكبسولات. تمام. طيب احنا هنشتغل من قدام هنا بقى الجزء بتاع الجيب. الجيب سهل جدا ومفيهوش مشكله خالص. اول حاجه عملت سلسله من 10 واتاكدت ان حجمها مناسب، وما تزودوش لاننا هنشتغل مع الجناب لسه. تمام، هنشتغل من تاني غرزه على الابره على طول، هنعمل غرزه حشو. يبقى انا فعليا هشتغل في 9 لان انا كنت عامله 10 سلسله بس. هنعمل غرز حشو عادي على طول السلسله. تمام، وبعدين لما هنخلص هنعمل سلسلة ونعكس غرز حشو عادية جدا جدا. هنعمل كام صف؟ هنعمل 8 باللي احنا عاملينه ده، يعني ده اول واحد وهنعمل بعديه 7. اوكي، كملوا ال7 وبعدين هقول لكم نعمل ايه ان شاء الله. ده هيكون شكل الجيب بعد ما نخلص التمن صفوف. ده هيكون شكل الجيب بعد ما نخلص التمن صفوف. هنشتغل بقى ايه على الاطار الخارجي ده؟ هنشتغله ازاي؟ بصوا يا جماعة، هستخدم عادي جدا يعني كأني بعمل غرز حشو. بس الفكرة فين؟ في الغرزة. شايفين أول غرزة عندي دي؟ أنا طبعا عملت سلسلة بس أنا نسيت أصورها، عملنا سلسلة هنا الأول. شايفين في نص الغرزة بالظبط هدخل الإبرة بتاعتي وهعمل غرزة حشو عادية. تمام، وبعدين اللي بعدها بصوا الجزء اللي طالع فوق ده، الغرزة اللي فوق دي أنا هدخل الإبرة فيها، وبعدين هنعمل غرزة حشو كمان. أنا كنت عاملة كام صف؟ 8، يبقى أنا هنا هحتاج 8 غرز حشو. دي التالتة. بصوا شكلهم عامل ازاي، خلى الحافة بتاعتها مظبوطة. دي الرابعة. خامس غرزة، يبقى ده الصف الخامس. مظبوطة اهي. تمام، الستة وسبعة واخر غرزة هنا هتبقى التامنة. بس خلي بالكم ان الغرزة دي مشتركة ما بين الصف اللي انا نازلة منه والصف اللي انا همشي عليه. فانا في اخر غرزة هنا هعمل 2. اوكي، عملت واحدة في نفس المكان، هنعمل واحدة كمان زي ما قلنا، هي مشتركة ما بين الضلعين دول.
وهنكمل على السلسلة اللي احنا كنا عاملينها. السلسلة دي كانت من 10، بس فعليا احنا كنا شغالين في 9 غرز، فانا هكمل 9 غرز على طول السلسلة دي. وما ننسيش ان احنا بنعمل في اخر غرزة فيها 2 غرزة حشو، علشان هتبقى برضو غرزة مشتركة ما بين الصف ده والصف اللي هنطلع منه الناحية التانية. تمام، هنكمل واشوفكم لما تخلصوا. هي دي الغرزة اللي كنا بنتكلم عليها هنا بالظبط. انا هعمل 2 غرزة حشو. الخيط بتاعي طبعا بشتغل عليه عشان اداريه عادي، اللي هو اللي ورا ده. تمام، ودي تاني غرزة، وبعدين هنعمل 8 غرز كمان. بصوا شايفين شكلها بقت مظبوطة اكتر من الجزء اللي احنا ما اشتغلناش عليه لسه. هنعمل برضو دول كانوا 8، انا كده اشتغلت واحدة، يبقى انا باقي لي 7. تمام، اشتغل عليهم بنفس الشكل اللي اشتغلت فيه على الجنب التاني. في اخر غرزة انا مش هعمل هي غرزة حشو واحدة بس، وبعدين بقى هكمل غرز منزلقة. يعني عشان امشي من الجنب ده للجنب التاني هنعمل غرز منزلقة. كام غرزة؟ 9 غرز، لان ده كان عدد غرز الحشو بتاعتي. بعد ما هخلص الصف ده بتاع الغرز المنزلقة، المفروض ان انا هعمل غرز منزلقة حوالين الجيب كله. تمام، دي اخر غرزة عندي هنعملها، وبعدين نتأكد ان هو مظبوط ما فيهوش حاجة. وشايفين بقى الغرزة دي، انا هدخل الابرة في نصها وهبدأ اعمل غرز منزلقة حوالين الجيب زي ما قلت لكم في نص الغرزة بالظبط، علشان لما اجي اقفل وخيطها في الشنطة ما يبقاش واضحة، يعني ما تبقاش الخياطة باينة وشادة الجيب بتاعي وشكلها مش حلو. كملوا برضو بنفس الشكل ده حوالين الجيب كله. ده المفروض شكل الجيب لما يخلص. هنقص الخيط، بس هنسيب منه جزء طويل جدا عشان ده اللي هنستخدمه في التركيب. والتركيب في الجزء التاني هتلاقوه في البلاي ليست بعديها على طول ان شاء الله. يلا بينا.